طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب رأيا والمستهل بأهم وأبرز ما جاء فيها. إصابة 21 مواطن بفيروس كورونا اليوم الخميس. الإريتريون في ألمانيا يناقشون برامج تصدي كورونا. شركة سكن للإنشاءات تدرب أعضاء قوات الدفاع. طائرة روسية تعترض طائرتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق. هجوم إرهابي بسلاح أبيض بالسويد. وأضرار مادية كبيرة بسبب زلزال ضرب اليونان. مرحبا بكم. إعلان من وزارة الصحة. أكدت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم الرابع من مارس إصابة 21 مواطن بفيروس كورونا في مراكز العزل في إقليمي القاش بركة والأوسط. وأصيب 20 من المرضى في القاش بركة، 6 منهم في أديبرة، و4 في أم حجر، و4 في علي قدر، و2 في أغردات، وكذلك 1 في أسمرة بالإقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 4 مصاب كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، 3 منهم من الإقليم الأوسط و1 من إقليم القاش بركة. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 2913، شفي منها 2388، ووفاة 7 مرضى، ولا يزال 518 مصاب يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة الرابع من مارس 2021. دعا سفير إريتريا في إيطاليا السيد فساتين بيتروس لمواصلة الأنشطة المنظمة التي بدأت للتصدي لوباء كورونا. وأوضح في السيمينار الافتراضي الذي عقدته اللجنة الوطنية للإريتريين في ألمانيا يوم 27 من نوفمبر أو من فبراير، أوضح راهن أوضاع وباء كورونا في العالم والبلاد وتأثيره، وقال إن اتخاذ الحكومة الإريترية الخطوات الجادة المشتملة للتوعية والمكافحة وعزل المصابين واحترام المواطنين للإجراءات الاحترازية حقق نتائج مرضية رغم تأثيره الكبير. وقدم السفير فساتيون في السيمينار الذي شارك فيه نحو 700 مواطن من الداخل والمهجر، قدم شكره للدعم المالي والعيني للدفع ببرامج التصدي لوباء كورونا ومساعدة المحتاجين، داعيا لمواصلة هذه القيم حتى انتفاء الوباء. وأشاد رئيس اللجنة الوطنية للإريتريين في ألمانيا الدكتور تسفاي عبلولوم والقائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس وولدو، ومسؤول الشؤون الشعبية والجاليات السيد كحساي تولدي، أشاروا في السمينار بمساهمة الإريتريين في ألمانيا للتصدي لوباء كورونا في البلاد. قامت شركة سكن للإنشاءات بتدريب 391 من أعضاء قوات الدفاع القيادة الغربية، بينهم 124 فتاة في مشروع كعلاي لمدة 5 أشهر، وذلك في إدارة المالية والهندسة والحدادة وقيادة الآليات. وأوضح مسؤول مشروع كعلاي في الشركة سيد تاريكو جورهيوت في مناسبة التخريج في 4 من مارس، أوضح أهمية التدريب لبرامج التنمية، مشيدا باهتمام المشاركين لاكتساب الخبرة والمعرفة. وذكرت الأستاذة لوام طعمزجي إحدى المشرفات على الدورة التدريبية أن الدورة التدريبية كانت نظرية وتطبيقية معربة عن صيغتها ليكون لها نتائج فاعلة في العمل. وأوضح قائد القيادة الغربية العميد سمعون عقبة أهمية التدريب لتوسيع مدارك المشاركين وإحداث التغيير،
مشيرا إلى أنه يدعم معارفهم وقدراتهم المكتسبة سابقا ويساهم بقوة في برامج التنمية الواسعة. أعلن مستشفى حسحس في مدينة أسمرة توسع وتطور خدماته لسد احتياجاته من الكادر الصحي والمعدات المتطورة. وأوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور سلطنة تولدة أن المستشفى يقدم إلى جانب الخدمات المعتادة في فحوصات القلب والعين والسل بالإضافة إلى خدمات الأشعة ل 24 ساعة. وذكر الدكتور سلطنة تولي تقديم الخدمات العام الماضي لأكثر من 66 ألف مريض في المراجعة والرقاد، مشيرا إلى وجود برامج هذه السنة لإدخال خدمات الأشعة الرقمية ومعدات الفحوصات الكيميائية. وأفاد أعضاء المستشفى الدكتور هينوك طهية والممرض سامييل يماني أن تطوير المستشفى بالكادر الصحي والمعدات ساهم في جودة الخدمات داعين المرضى للإيفاء بالإجراءات الاحترازية في وقت كورونا الراهن. ويقدم مستشفى حزحز خدمات الإسعافات الأولية وصحة الأطفال والكبار والفحوصات المخبرية والصيدلة والأشعة والموجات الصوتية والعلاج الطبيعي وطب العيون وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن عدد الكادر الصحي الذي كان عام 2019 حوالي 230 فرد زاد هذه السنة بنسبة 18% في مستشفى حسحس. تجري أنشطة نفير تنموي في 12 مديرية في الإقليم الجنوبي بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة بطريقة تحافظ على إجراءات مكافحة كورونا. وأوضحت مسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد بالإقليم الجنوبي السيدة ركبة ولا ميكائيل أن الهدف من النفير الجاري تحت شعار المرأة الإريترية عماد التنمية والتصدي هو إحياء المناسبة بالعمل التنموي. من جانبها أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية منفرة السيدة تخاء تولا برهان أن أنشطة النفير تعكس شعار هذا العام، مشيدة بالمبادرات التنموية التي تجري في عموم البلاد. مشاهدينا الأفاضل، الفاصل القصير ثم الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة سو 27 الروسية رافقت قاذفتين أمريكيتين كانت تحلقان فوق مياه بحر البلطيق باتجاه حدود روسيا. وجاء في بيان صدر عن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة أن الوسائل الوطنية لمراقبة الأجواء فوق مياه بحر البلطيق الدولية رصدت هدفين يقتربان من الحدود الدولية لروسيا، موضحة أن مقاتلة من طراز سو 27 من قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية تم إرسالها بغرض التعرف على الهدفين ومنع حدوث انتهاك لحدود روسيا الدولية. وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية تعرف على الهدفين الجويين على أنهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز B-1B ورافقهما فوق بحر البلطيق. أعلنت الشرطة السويدية إصابة 8 أشخاص بجروح، بينهم 2 بجروح بالغة في اعتداء بسلاح أبيض يشتبه بأنه إرهابي في جنوب السويد. وذكرت السلطات أن المنفذ المفترض هو شاب 20 أصيب في الساق برصاص الشرطة واعتقل بعد الظهر في مدينة فيتلاند الصغيرة في جنوب البلاد. وكانت الشرطة استبعدت في البداية الفرضية الإرهابية، لكنها أعلنت لاحقا أنها تشتبه في جريمة إرهابية. في السويد تعتبر أجهزة الاستخبارات أن التهديد الإرهابي مرتفع، وقد استهدفت البلاد مرتين باعتداءات في السنوات الأخيرة.
ضرب زلزال شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر مدينة لاريسا الكبيرة في وسط اليونان، وسبب الزلزال حالة ذعر وألحق أضرار بمئات المباني بحسب صور بثتها وكالة رويترز. وقال كوستاس أوغراستوس حاكم منطقة سيساليا إن 100 مبنى تضررت حسب التقديرات الأولية. وكان يتحدث في داماسي إحدى أكثر القرى تضررا إلى جانب ميسهوري وتيرانافوس. وعبر حاكم المنطقة عن ارتياحه لأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بينما سيتم نصب خيام في ملعب للسكان الذين تضررت منازلهم. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.